خذ يا ولدي. نعم يا حاج. حاضر. جاي من فين يا ولدي؟ والله يا حاج كنت في شغلانه من عشيه هناك ومطبق فيه، ولسه مخلص على كده وجاي ارتاح شويه في السكن. في حاجه عايزها، انا تحت امرك. عايزين نفرين تاني عليك، بنكون قرايب اكون شغالين بس زنين معانا شويه تكسير. حاضر حاضر، عينيا ليك يا حاج يا فرج الله. يعني انت عايز على كده نفرين تاني غير انا، يبقوا 3. حاضر عينيا ليك يا حاج. بكره الساعه 7 الصبح هتلاقيني عندك ان شاء الله. ماشي. المهم يا حبيبي شغلانه كبيره هي، كد نجيب من قرايبه تلقاهم امنين، هات 5 6 7 8، اهم عاده يشتغلوا واخر النهار ياخذوا يميت. طيب تمام يا حاج، ما فيش كارت ولا حاجه كده عشان اعرف العنوان واجي لكم عليه؟ هذا المصري مبين انه هو بتاع شغل، وهذا الكرت في التفاصيل والعنوان وفي انتظارك. ان شاء الله ان شاء الله خير. السلام عليكم. يا مجدي يا مجدي، قوم قوم، في شغلانه جايه لنا دلوقتي، هناخده بعدين ونروح. شغلانه كده. شغلاني؟ طب هو قال لك عاوز كم واحد الراجل؟ هو الراجل قال لي معاك 1 2 10 20 30 هاتهم. ده الشغلانه كبيره. تمام، دقيقه اما صحي باقي الناس. انت مجنون. ما دام شغلانه كبيره يبقى احنا نروحوا وناخدوش معاني غير بوكش بس، وسيبهم دول نايمين، وبدل ما ناخد يومين 3 4 فيه براحتي. كلام ايه اللي هتقوله ده؟ يا اخي حرام عليك، الناس هتسترزق، جاي من اخر الدنيا عشان تلقى لها لقمه عيش. انصحه يا عمي، وفي كمان واحد جاي جديد مسكين، خليه يروح يشتغل له كم شغلانه كده، خليه يعمل له قرشين عشان حتى يدبر مصاريفه. عيب يا راجل. هو يقوم يدور شغل لنفسه، يعني جات لك شغلانه لغايه عنده وهتلاقي فيه لقمه عيش حلوه. ده اقل حاجه ممكن تلاقي لك 1000 دينار ولا 2000 دينار، بدل ما نقسموهم بالنص ناخدوهم انا وانتي، وبوكش ده يطلع معنا يوميات. اسكت، اوعى تصحي حد. ايوه بس الناس دي جايه من اخر الدنيا ومتغربه هنا عشان تسترزق، عشان تلقى لها لقمه عيش. فبصراحه كده انا مستحرمها، بس امرنا على الله. يلا بينا. هو ده عين العقل. يلا يا بوكش قوم، جات لنا شغلانه، قوم لوحدك وهنفطر برا. اوعى تعمل صوت. ماشي، يلا بينا. حسين. أكيد سمعت اللي كنت سامع. طب يرضيك كده يعني؟ زي ما قلت لك انت جاي جديد. جاي جديد؟ هي الغربة كده ياك؟ ده انا شفت العجب. هي الغربة بالطريقة دي؟ ايوه. حسبي الله ونعم الوكيل، لو عارف الغربة بالطريقة دي ما كان جيت من بيتي أبدا، كان كلتها بالمش ولا جيت اتزليت هنا. ومن أقرب الناس ليك كلهم عيال عمي، كلنا واحد. بس هي ضلت الغربة خاينة. بس والله العظيم الموضوع ما في الغربة، في النفوس. انا شفت العجب هنا، يكون في البلد كنا واكلين في طبق واحد، جو هنا كأننا ما نعرفوش بعض. يا ما هتشوف، اقول لك روح دور على حالك، قالك شغلانه سيبك ولا ولد عمك ولا ولد خال. تعرف يا بوكش، ليلة ما بعزك ما كنت صحيتك. حبيبي والله. اقول لك يا مجدي، بس انا يا اخي صعبان علي نفسي والله. الجماعه يا اخي كان صحناهم كده وكان طلعوا شافوا رزقهم. يا ود العم، نفسك ثم نفسك ثم نفسك، ما تقوليش الجماعه ولا مش الجماعه، وبعدين كلها بتعمل كده هنا. بس الارزاق على الله.
وبعدين يعني انا متعود كده من زمان، اي حد بيجي من مصر بقف معاه وبعمل معاه الواجب وبجمع له شغل. مش مع كل الناس، كلام مجدي صح وكلها ما تعمل كده. اخس علينا يا اخي، ازاي وصلنا للمرحله دي؟ وبعدين يعني كلنا في الغربه هنا ولاد عم، المفروض نكونوا جنب بعض. وبعدين يعني ممكن تجي لهم شغلانه اكبر من دي بكثير وربنا يعوضهم فيه، بس لكن وبعد كده الارزاق على الله مش على المخلوق. يعني انتوا صغيرين هقول لكم الكلام ده، فانا زعلان بيني وبين نفسي عشان عملت الحركه دي. ياه وشد ايه الندم يا عم، خلاص يلا بينا مفيش لازمه الكلام دي. يلا يا بوكس. يا دنيا، يا عالم، يا غربة، يا ناس، ومليون كمان، ومليون كمان. الغربة يمايا، في ليل الغربة يمايا، يا ريت تدعيلي يمايا، يا ريت تدعيلي يمايا، دليل الغربة بيطول، يا ريت ما سافرت من أول، دليل الغربة بيطول، يا ريت ما سافرت من أول، مفيش غير ربنا معايا، يا ريت يا ريت يا ريت تدعيلي